دي فردة استعمال بعد ما اتلمعت وروقتها عشان اعرف ابيعها لك واكسب فيها اضعاف مضاعفة عن الجديد. انت لما بتشتري كاوتش مستعمل انت مش بس بتخاطر بحياتك، انت كمان بتدمر عفشة عربيتك ونظام التعليق كله بيتلف. الاهم بالنسبة لي انا هي حياتك. لازم تهتم تبيع للعميل كاوتش جديد الاول. لو هو امكانياته ما تسمحش وخلاص الفردة مقطوعة وما معهوش خالص، ساعتها تديله ده وكحل مؤقت مش دائم، لان الكاوتش المستعمل انا عمري ما شفته حل دائم، وخصوصا للعربيات اللي بتشتغل في النقل او عربيات الاجره زي التاكسي اوبر وكريم وندرايفر وديدي. كل دول شفت منهم ناس كتير جدا ربنا يبارك لهم وبييجوا على نفسهم وبيغيروا كاوتش جديد ومهتمين بالكاوتش، لان هم مش بس مؤتمنين على حياتهم، هم معاهم ارواح في العربيه وملزمين يهتموا بحياه الناس اللي بتركب معاهم. لكن في بعض الناس نظرا ان هو بيستسهل وبيحاول يجيب حاجه ارخص ايا كان ظروفه ايه، ولكن الكاوتش مش اختيار عشان تستسهل فيه وتجيب كاوتش مستعمل. دي فرده مستعمله، بص منظرها عامله ازاي. اولا في تشققات في كل الفرده، فرده تاريخ انتاج منتهي، مش الكيلومترات بتاعتها وصاحبها او صاحب العربيه خاف على حياته وراح غير كاوتش جديد عشان يبقى ماشي مطمن. حضرتك بتركبها بعده، يعني انت كده مش خايف على حياتك. هو لو شايف فيها نفس او ان هي تقدر تكمل معاه تاني ما كانش فكها من العربيه. هو ماشي صح، حضرتك بتلجأ لحل بديل ومؤقت وهيخسرك وهترجع تاني لنفس النقطه ان انت عايز كاوتش جديد. بص الفرده عامله ازاي، وانا لما هغسلها عشان اغريك بيها واكد لك واثبت لك واحلف لك ان الفرده دي جميله وتمام. انا ما اعرفش هي كانت عامله ازاي في عربيتها، هو صاحبها ادرى بيها. انا بالنسبه لي انا هقول لك استيراد ازاي واحنا مش عارفين ندخل الكاوتش جديد استيراد، انت مستورد ازاي؟ فبالتالي انا بنصحك تشتري كاوتش جديد من عندي، من عند اي حد. الناس اللي بتبيع مستعمل تعرض جديد الاول على العميل في اسوأ الظروف، حاول تبعد عن بيع المستعمل. ودلوقتي هتشوف الفيديو الفرده دي بعد ما اتغسلت بقت عامله ازاي. فما تخليش عينك تخدعك وتعتقد ان الفرده كده بتقنع نفسك ان هي سليمه وهي ممكن تكون خطر على حياتك. هي بس اتغسلت كويس واتلمعت عشان تخدعك وتبقى ماشي مطمن، ولكن الكاوتش ما فيهوش مخاطره لان هو مش اختيار. الكاوتش اجباري في الميعاد، الوقت والكيلومترات مهمين جدا تلتزم بيهم وانت بتغير الكاوتش حفاظا على حياتك. كل يوم سر من اسرار الكاوتش واسرار عربيتك معاك. السلام عليكم.